اهلا بكم مشاهدينا، رجعنا لكم ومع تاني فقراتنا اليوم النهارده في بيت العيله، واللي هنتكلم فيها عن زياره الرئيس عبد الفتاح السيسي الى انجلترا وبعض التداعيات الخاصه في الفتره الاخيره. دور مصر ايه كدوله راعيه للسلام؟ هل الفتره القادمه هتشهد تغير في العلاقات المصرية الإنجليزية؟ التكهنات والأقاويل وما يتم سماعه في الفترة الأخيرة عن العلاقة بين مصر وانجلترا مدى صحتها ايه؟ خلونا ندخل في الموضوع مباشرة مع ضيفنا اللي مشرفنا داخل الاستوديو. بيسعدنا يكون معنا دكتور رامي عاشور، المتخصص في العلاقات الدولية وقضايا الأمن القومي. أهلا بك معنا. أهلا وسهلا يا فندم. دكتور رامي، في البداية دور مصر كدولة محورية في الشرق الأوسط، هل يحملها أعباء؟ طبعا يحملها أعباء، والأعباء دي مش بتنبع من ان هي تمارس دور إقليمي، لا ده بتنبع للصد لمؤامرات ومواجهات أجندات خارجية. مش بس كده، لا ده بيحتم عليها التدخل في مساندة بعض الدول المجاورة ليها عشان ما يحصلش تطويقها بصراعات وجماعات إرهابية تهدد بقائها أو تهدد الأمن القومي بالأساس. هل ده يقلق الأداء الغربي؟ يقلق الأداء الغربي لو مصر قدرت تنجح في توجهاتها. طبعا، لأن هي بمجرد بنجاح مصر في توجهاتها الخارجية ده هيلم حواليها دول شمال أفريقيا ودول الطوق العربي كله. فبالتالي كان سعي مصر لبريطانيا كان من منظور ده. ليه بريطانيا؟ لأن هي كانت آخر دولة من الدول اللي هي اهم دول في الاتحاد الاوروبي. كان قبليها السيد الرئيس سافر اسبانيا وايطاليا وفرنسا والمانيا. طب ليه بريطانيا برضو؟ بريطانيا اكبر مستثمر اوروبي في مصر. الاستثمارات البريطانيه في مصر 20 مليار دولار. 20 مليار دولار. حجم الاستثمارات بس البريطانيه في مصر السنه اللي فاتت كان 2.3 مليون دولار. فبالتالي كان سفره ليه مش بس ده على الناحيه الاقتصاديه، الناحيه السياسيه ان كان على هامش ازمه او قضيه الماريوت، خليه الماريوت، واللي كان لاول مره يتم استدعاء السفير البريطاني في مصر بسبب تصريحاته يعني مش عايز اقول الشاذه، تصريحاته الغير دبلوماسيه اللي بتعني بالتدخل في الشان المصري، وده غير مقبول دبلوماسيا. وقالوا ان هو بيعبر عن نفسه وبيعبر عن رأيه. لا ما ينفعش، ده جاي ممثل عن دوله عظمى، اي راي ليه داخل الدوله بيعبر عن دولته. ما ينفعش، مفيش حاجه اسمها راي، دي حجه عندهم هي، بس دي حجه غير مقبوله لينا احنا كمصريين. صحيح. فبالتالي كان سعي الرئيس، يعني عشان بس الناس تفهم ان كان سعي الرئيس عبد الفتاح السيسي، لان معظم الناس بتقول هو ليه راح؟ لا ده راح عشان يعزز من دور مصر ويعزز من الاستثمارات في مصر، ينهض بالدوله. لكن يا دكتور رامي معلش اسمح لي، يعني بريطانيا بالذات دولة ليها طابع خاص، هي دولة بتتميز او من سماتها انها علاقتها بباقي الدول لا تتسم بالمرونة، يعني من الدول المتحفظة قوي في الاداء البروتوكولي عامة، خاصة مع مصر. يعني ما كانش ليها شكل من اشكال الاداء المتبادل في الفترات الاخيرة، في اثناء اخر فترات حكم مبارك او الفترات التالية للثورتين. هو اللي بيحكم ده المصالح. يعني في عهد الاخوان لا كان ليها دور. ليه؟ لان الاخوان ليهم مصالح تجاريه هناك كتير جدا في بريطانيا. ده مش كده بس، ده للاسف اثناء زياره الرئيس، يعني لو تلاحظي الرئيس دخل من الباب الخلفي واستقبله ديفيد كاميرون، بس كان المفروض يخش من الباب الرئيسي واستقباله ديفيد كاميرون وجميع وفد مجلس الوزراء. صحيح. اللي حصل ان تواجد مظاهرات غير عاديه للاخوان ورافعين رايات رابعه، وحصل مشاداه ما بينهم وما بين المظاهرات اللي بتأيد النظام في مصر وتأيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. والامن البريطاني تدخل ان هو يوسع، يحجز، يمنع التشابك يحصل، مش يزيح المظاهرات. هو ده مستغرب جدا. يعني نفس الاداء حصل في الولايات المتحده بالاعتداء على الوفد الاعلامي او الوفد الصحفي، وقبل سفر الرئيس الى بريطانيا قالوا انه اللي حصل في امريكا مش هيحصل في بريطانيا، وانه تم التنبيه على عدم وجود احتكاك او مشادات. انا هرد رد بسيط بس هرجع ليه بالتفصيل تاني. هي بس نبذه مختصره ان بريطانيا دوله ذات تاريخ استعماري، وسياستها هي سياسه الولايات المتحده الامريكيه في السياسه الخارجيه بالذات تجاهنا احنا كدول شرق اوسط. لكن كان مترتب لكده. الرئيس المخابرات المصريه دخلته من الباب الخلفي، وساعتها ديفيد كاميرون استقبله بحيث ان هو يخش من الباب الخلفي بدون ما تحصل اي مناوشات. مش كده بس، اللي استدعى لكده ازاي يعلنوا ان سبب سقوط الطياره هو حادث انفجار اثناء وجود الرئيس السيسي معاهم. صحيح. بس من رحمه ربنا ان ودون تفريغ الصندوق الاسود، من رحمه ربنا ان فلاديمير بوتين طلع تصريح في نفس اليوم. صحيح. في نفس التوقيت
قال ان بنفس النص، بس للاسف الاعلام المصري ما اتكلمش عنه، يعني الاعلام اللي هو الخاص، ان الخبراء الروس بنفس ما زالوا يبحثون عن سبب اللي هو سبب تفجير السياره، وان الخبراء الروس هم خيرة الخبراء في العالم، وان من باب اجدى. هل فعلا قال علاقتنا بمصر خط احمر ولا ده لا ما قالش كلام الكلام مرسل؟ ده، لا الكلام ده كلام مرسل، انا متابع بشكل يومي يعني لكل الانشطه اللي تخص الامن القومي المصري. لكن مش كده وبس، ده قال التصريح الاهم ان بريطانيا بعد كده قالت ان هي عالم الدم المخابرات الاسرائيليه. ما شاء الله. طب المخابرات الاسرائيليه بالظبط، لا ما هو التصريح ده يدينهم، يعني لو مخابرات اسرائيليه يعني علاقتكم بالمخابرات الاسرائيليه في شأن مصري. لا وبعدين مش كده وبس، لو انا كمخابرات اسرائيليه عارف ان حدث سقوط الطياره ده انفجار، يبقى اذا انا عارف ان هو كان هيتعمل من الاول، وعارف مين اللي عمله. صحيح. ومن باب اجدى ان انا ابلغ بيه القياده الروسيه. يعني انت لا موجود في اللجنه اللي بتعاين بالزبط. ولا مع الوفد اللي موجود، وبتعلن من نفسك من بلدك انه كان بالزبط. عمل ارهابي. وكان من باب اجدى ان انا ابلغ بيه الرئيس المصري ورئيس الوزراء البريطاني والرئيس الروسي. طب دي علامه استفهام كبيره. علامه الاستفهام الثانيه موضوع ان الطياره البريطانيه اللي فادت الصاروخ اللي عدى قدام مناخيرها ده لا هي ده يعني ده هم بيستخدموا، هو يعني خلينا نتكلم احنا دخلنا كده على فيستون بقى وعالم سمسم. لا خلينا نتكلم منتهى الشفافيه، احنا بنواجه حرب، بس حرب مش باستخدام قوه مسلحه، لا باستخدام حاجه اسمها القوه الناعمه. بس بهذه السذاجه؟ ما هقول لحضرتك ليه بقى. ويعني في طيار مدني بطياره مدنية يقدر يفادي صاروخ؟ يعني هو شاف الصاروخ فعمل خطه استراتيجيه وفاد الصاروخ؟ لا ما هو يشوه الواقع الداخلي المصري. ليه بقى؟ في نفس بعديها ب 24 ساعه مجله شارل ابدو نشرت رسوم استدعت فلاديمير بوتين يرد عليها ويهدد بالعلاقات الفرنسيه الروسيه. شارل ابدو نشرت رسمتين برضو الاعلام ما اتكلمش عن الرسمه الاولى كانت بتربط ما بين الحادثه دي وما بين حادثه الطيران اللي بيحصل في سوريا، الهجوم الروسي اللي بيحصل في سوريا، هجوم بالطيران. والحادثه الثانيه الصوره الثانيه ان في جمجمه كانت بتكلم نفسها بتقول انا لو ما كنتش رحت لمصر ما كنتش بقيت بالمنظر ده، لان الرحلات لمصر رحلات مميته. ده عايز يقطم السياحه في مصر. ليه؟ لان عندنا في مصر السياحه وعائدات قناه السويس هم دول عمودين الاقتصاد المصري. صحيح. فاحنا بنواجه حرب باستخدام القوى الناعمه، ومش صدفه ان الثلاث دول اللي بيحاربونا بريطانيا وفرنسا والولايات المتحده واسرائيل دول ذات تاريخ استعماري، ومش بس كده تعرضنا لعدوان ثلاثي منهم قبل كده. هل هناك ربط بين هذه الحادثه وزياره الرئيس السيسي لبريطانيا؟ لا هو كانت الهدف الاساسي من زياره الرئيس السيسي لبريطانيا هو تعزيز العلاقات وتعزيز الاستثمارات، لان احنا دوله محتاجين استثمارات اقتصاديا بشكل اساسي، وفي نفس الوقت ده بيمثل انفتاح مصر على المجتمع الاوروبي بشكل عام. لان هي بريطانيا كانت اخر محطه من محطات الاتحاد الاوروبي، هو كان رايح بهدف نبيل جدا ان هو ينمو ويحسن من الدوله المصريه، لكن اتفاجئ باجنده معينه موجوده، ويعني بس ربنا يعني كان موقف لينا الجانب الروسي، بالرغم من ان الناس مستغربه ليه روسيا وقفت الجاليه بتاعهم او السياح بتوعهم. هقول لحضرتك رئيس الجهاز الفيدرالي او الاستخبارات الروسيه هو اللي ابلغ بوتين نوقف الرحلات. طب ليه نوقف الرحلات؟ لان لحد دلوقتي ما عرفوش سبب سقوط الطائره ايه، فقال له احنا خايفين السبب ده يبقى سبب فني او سبب ما يتكرر تاني. وده اداء عادي يعني دي حق مشروع. صحيح. يوقف مؤقتا، والموضوع ده مش هيطول ليه تاني، لان السياحه المصريه بالنسبه للروس اسعارها في متناول اليد. الجانب اللي برضه الروس بالذات بيعتبروا مصر روسيا الثانيه، ده المحلات في شرم الشيخ وفي الغردقه اساميها مش بالعربي، اساميها بالروسي. مين بقى اللي اصطاد في المايه العكره وانتهز الموضوع؟ تركيا راحت مطلعه بيان رسمي باسعار فنادق خاصه للروس، وان السياحه في تركيا افضل من مصر. تعالوا صيفوا عندنا وللاسف في بعض الشركات الروسيه عشان طبعا هي ما تخسرش الوفود اللي رجعت من شرم الشيخ حولتها على تركيا. فشوفي بقى مين اللي بيتعاون ضدنا، مين بيقف معانا الوضع ده. طب ليه مصر؟ لان مصر هي بنهضها كل الدول العربيه اللي موجوده، وده مش مطلوب، ده مش مطلوب بالنسبه للغرب. طيب يعني الشيء المثير للتساؤل وفي كم هائل من التناقض ان انجلترا آوية الارهاب والرافضة لتسليم الارهابيين منذ عامين تقريبا او اكثر هي نفسها اللي بتتكلم عن خطورة الارهاب. طب ما هو زي الولايات المتحدة، ما هي اللي بتدعي ان هي بتحارب الارهاب وهي في نفسها اللي بتمول داعش. ده مش كده وبس، ده هو الارهاب ده محاربة الارهاب دي حجتها للتدخل بمعنى ادق. يعني مثلا خليني ادي لك مثال في سوريا. داعش ليه بيتم تمويلها، او ليه الولايات المتحده بتمول داعش بمعنى ادق هي واسرائيل؟ لان بوجود داعش
هتسقط الدوله. هم مش هدفهم بشار نفسه، ده هدفهم سقوط الدوله. طب ليه الدوله تسقط؟ لان الجار الشمالي لاسرائيل هي يعني سوريا شمال اسرائيل، شمال تل ابيب. لما تبقى دوله هشه اسرائيل تقدر تتنازعها في اي وقت. مش كده وبس، ده هتبقى بيئه خصبه للارهاب، وتتوغل. هتبقى بيئه خصبه للارهاب. اسرائيل من خلال التمويل واداره العمليات الارهابيه من خلال الحرب بالوكاله وتغيير تقدر الخريطه توجه العربيه. تقدر توجه الارهاب في اي دوله تانية، فيؤدي لتفجر الاقليم العربي بشكل اساسي. تغيير الخريطه ده اللي هو بيتنص عليه من مشروع اسمه مشروع برناند لويس. المشروع ده والكلام ده اللي هو مدروس شرق اوسط جديد. الكلام ده يعني ده في صميم الامن القومي المصري. الكلام ده معروف جدا عند الجيش المصري بالذات. يعني يعني فدي اجنده مصر اللي هو انهيار وتفتيت اكبر 3 جيوش في المنطقه. ما هو دلوقتي مفيش غير الجيش المصري، الجيش العراقي راح والجيش السوري خلاص، ومفيش غير الجيش المصري. هو ده العقبه الوحيده اللي فيها. كان الكلام ده هيحصل وكان الاخوان المسلمين استمروا، لان هم كان نظام عنصري تفتيتي بيهدف لتشخيص الاخر. هل ما زال لديهم امل في سطوه الاخوان مره اخرى؟ لا، هو مش سطوه الاخوان، الامل في قلب النظام، بمعنى ان هو يخلي عن طريق الاخوان. لا، الاخوان بالنسبه للشعب لا، الموضوع بقى كارت محروق بس خالص. للاسف الكارت اللي بيمس الشعب هو الاقتصادي، المستوى الاقتصادي. احساس الفرد او المواطن ان هو انك بتمس قوته بالظبط هيقوم عليك. خلاص اصلا مفيش حاجه بقى. فمن هنا بياتي دور الحكومه، لان الحكومه المصريه هي الوسيط ما بين الاهداف اللي عايز يعملها الرئيس السيسي وما بين القدر الملموس للمواطن البسيط. لسه قبل ما ندخل الهوا كنت بتكلم انا ودكتور رامي، فبقول له الرئيس السيسي في شرم الشيخ، فرد عليا وقال لي الرئيس السيسي بيعمل كل حاجه بنفسه، او لازم يعمل كل حاجه بنفسه. ودي أزمة من الأزمات اللي احنا في الحقيقة بنواجهها منذ تولي الرئيس الرئاسة، انه لازم يشرف على كل شيء بنفسه، ولازم هو اللي يروح ويشوف على الواقع يقول لهم اعملوا كذا واعملوا كذا. هل أزمتنا في سوء الإدارة؟ بالظبط. ده كان بيكلم الضباط في اسكندرية، الضباط اللي كانوا ماسكين بشفط المياه، كان هو الرئيس السيسي كان بيكلمهم بنفسه. صحيح، كان عامل لهم غرفة عمليات. فاللي هو لا، ده بيدل ان يعني المحليات بيشرف حتى كمان على مياه الأمطار. يعني احنا عندنا محليات فاسدة. الوضع في مصر ما فيش فرصة ان انا اكسل، الحكومة بالذات ما فيش فرصة ان انا اهدر فرصة. يعني لا، لو ما اشتغلتش بجد ما في، يعني عند الرئيس ما فيش بديل ان هو يجيب غيرك، لان يعني ما ينفعش الدولة تسقط. ما هو ما فيش بديل ان هو يجيب غيرك، لكن مين يصلح غيرك؟ ما دي بقى، ما هو بتواجهنا يعني أزمة ان انت بتنقل من حد لحد، بنضيع وقت في على ما تبتدي انت تعمل استراتيجية وتشتغل. المفروض يتحط استراتيجية لكل وزارة، اي وزير يجي هو موظف ينفذ الاستراتيجية مين اللي دي. يحطها؟ يعني قعدنا نقول دور وزارة التخطيط، قالوا لا، دور وزارة التخطيط مش كده، وزارة التخطيط بتخطط لأجال بعيدة. والله انا من خلال تجربتي مع أكاديمية ناصر العسكرية هناك في استراتيجيات لكل حاجة في أكاديمية ناصر. استراتيجيات على المستوى التخطيط الاستراتيجي لكل وزارة. وهي بس حته القدره على الرقابه والتنفيذ، ومش بس كده، ده على نيه تنفيذ العقوبه للمخالف. يعني انا لو فعلت قانون للتنفيذ اجبر بعض قوتك في الثبات على تنفيذ العقوبه، وفي نفس الوقت ده ما تقولش عقوبه وترجع تتراجع فيها. ولما اعلن عن تنفيذ العقوبه لاحد المخالفين، ده انا كده بفعل ثقافه العبره لمن يعتبر، فبالتالي برهب الاخرين. ومش بس ده بيكبر شعبيتي وشرعيتي عند المواطنين اللي شايفاني بشتغل. انما الحكومه لو قصرت في دورها، الشعب مش هيشوف الحكومه، ده الشعب هيشوف راس السلطه. ونسمع بقى الكلام اللي بيتقال، عوده الى الوراء، عوده الى الدوله البوليسيه العميقه، وعوده، هنسمع الكلام ده. وفي نفس الوقت وهنلاقي الاخوان يستغلوا ده زي ما حصل في اسكندريه الاسبوع اللي فات، ما هو عملوا مسيرات في اسكندريه والشوارع كانت غرقانه وقالوا يسقط النظام والكلام ده، وهم سادين البلاعات وهم فالوضع. فعايز اقول لحضرتك نرجع تاني مثلا لموضوع بقى بريطانيا. حصل رد في القمه العربيه اللاتينيه، يعني اللي بتحصل النهارده. الدول امريكا اللاتينيه والدول العربيه، القمه دي 34 دوله موجودين في القمه. اللي ما يعرفوش الكثير ان الدول امريكا اللاتينيه هي من اوائل دول العالم اللي اعترفت بالقضيه الفلسطينيه. صحيح. ومش كده بس، ده احنا تاريخنا شبه مشترك، لان احنا دول جنوب. صحيح. فصراعنا مع الشمال موجود بحكم بنظره الشمال نفسه. مش كده وبس، ده تم افتعال او بمعنى ادق عن عمد قضيه الجزر المتنازع عليها ما بين الارجنتين وبريطانيا. وحطي بقى تحت بريطانيا دي 1000 خط. بريطانيا ذات التاريخ الاستعماري، في جزر اسمها جزر الفالينوس او جزر الفوكلاند. الجزر دي في الارجنتين، بريطانيا عامله وصايه عليها وبتنقب البترول، والبترول بتاخده لصالحها. الارجنتين رفعت مذكرات الامم المتحده ومفيش فايده. طبعا بحكم ان بريطانيا عضو دائم في مجلس الامن، فكل مشروع قرار الفيتو.
فبالتالي بريطانيا تقول لك شعب جزر الفوكلاند عايز يبقى تحت الوصايه البريطانيه، وطالما هو عايز يبقى تحت الوصايه البريطانيه يبقى ثروات الارض كمان تبقى تحت وصايتي. فطبعا ده بينتقص من سياده الارجنتين. صحيح. تدخل في الشؤون الداخليه للدول الغير. بنفس النظام كانوا يعملوه في مصر، ما هم برضه استغلوا الوضع في سيناء وقالوا احنا عايزين نبعت قوات بريطانيه ليه. صحيح. فلا الموضوع لا، ده مصر للاستقصاء. مصر قوتها فين؟ مصر انا عايز اقول لحضرتك، مصر لو رفعت بس ايديها عن الاتفاقيه الهجره غير شرعيه، احنا دول الجنوب كلها هتروح للشمال، هتغرق اوروبا. ليه؟ لان مصر هي المعبر ما بين دول الجنوب الهجره غير ما شرعيه. هو من اهم ما يميز مصر التزامها بالمعاهدات والمواثيق الدوليه. في نفس الوقت الدول في الوجه المقابل لا تلتزم بهذه المعاهدات والمواثيق، وفي نفس الوقت مجبرين طول الوقت ان احنا نسمع الكلام. هنرجع تاني لبريطانيا. النهارده لسه بريطانيا عامله صفقه مع الولايات المتحده بنشر الدرع الصاروخيه على الحدود مع في بريطانيا. يعني الولايات المتحده هتنشر دروع صاروخيه على الارض البريطانيه. طب لمين؟ عشان تستهدف روسيا. فلاديمير بوتين طلع تصريح النهارده من حوالي نص ساعه قبل ما اجي لحضرتك على طول، قال ان ده بيهدف احتواء القدرات العسكريه الروسيه واحنا مش هنسكت. لان هو اوباما ماله مال بوتين؟ يعني ايه المشكله؟ لا طبعا لان وجود صراع للاستحواذ على الشرق الاوسط. بوتين قدر يحول روسيا من سنه 2000 ديسمبر 2000 او يعني اوائل 2001 لحد النهارده دوله عظمى، وبقت يعني قدر يقضي على النظام الاحادي القطبيه. بمعنى ادق ان ازمه اوكرانيا مش بس شهدت كده، ده سوريا كمان اثبتت ان خلاص نظام الاحادي القطبيه انتهى. بقى في نظام متعدد القطبيه يميل الى الثنائي اللي هو الكتله الروسيه. بيقف مع مين؟ الجديد بقى ان الصين دخلت في الموضوع مع روسيا بتنسيق عسكري. لاول مره الصين كانت تعمل مناورات عسكريه مع روسيا. غريبه جدا طبعا. والصين ده الصين لسه من 10 ايام وجهت انتقاد شديد اللهجه للولايات المتحده، لان الولايات المتحده دخلت الاسطول بتاعها في البحر الصيني. فقالت انتوا مش من حقكم، ده انتهاك للسياده الصينيه، وراحت رافعه درجه الاستعداد العسكري. فلا ده بيشكل في بلطجه امريكيه. فبالتالي ده يقابلها تنسيق روسي صيني، واحنا من مصلحتنا ان ده يحصل. فبالتالي اي حاجه تحصل مثلا، يعني عشان كده علاقتنا بالروس والرئيس الكوري مش يعني هو على شعره بس باستثناء كوريا الشماليه. اصل انا بصراحه يعني يعني هو الرئيس الكوري مستني بس حد يقول له اي حاجه. بس هو في نفس الوقت لا، هو برضه هو يعني سياسه العصا والقذره، يعني هو نظام مصالح. يعني ممكن يهدد. انا ببين ان انا قوي بس انا ممكن هو تهديده عشان يجذب معونات. يعني. ما هو بيهدد عشان يجذب معونات. يعني هو النظام الكوري طب خد واسكت. بالظبط، هو بالظبط كده. لان كوريا الجنوبيه اللي قصاده دي حليف عسكري الولايات المتحده الامريكيه. في قواعد عسكريه هناك. صحيح. فالموضوع لا، الموضوع نازل. قبلها كان الرئيس السيسي كان في الهند مثلا. يعني شوفي بيتحرك ازاي. الهند دي الدوله رقم 1 في العالم في تكنولوجيا المعلومات. صحيح. مش بس كده، الهند محتاجه افريقيا عشان عدد سكانها، عايزه تخلق اسواق ليها، يعني تنشئ اسواق، بلاش كلمه تخلق. فمصر فرصه ان هي يتعمل فيها اسواق دي، لان احنا محتاجين برضو استثمارات. وعشان ننهض بالاقتصاد لازم نحتاج استثمارات. بس ما كانش الاداء البريطاني بهذه الفجاجه ناحيه الولايات المتحده الامريكيه. يعني ما كانش معلن قوي هذا الاتحاد القوي بين الولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا. ما هو ده بيدل ان هم استنفذوا كل الطرق اللي فاتت. ما فخلاص بقى هو كده استنفذت كل الطرق. الله، امال الاخوان والمظاهرات جماعات الدينيه في مصر دي والسلاح اللي دخل ده مين اللي مدخله؟ والتمويل اللي بيحصل ده مين اللي بيمول؟ ما هم. بس لو ان ده ما نفعش خلاص فشل. يعني عمليه حق الشهيد دي قضت على 90% من الارهاب في سيناء. بس لسه لا، وبعدين يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي كان في خططه انه مع 1/2016 يعلن سيناء خاليه تماما من الارهاب. بالظبط. فهم صعب عليهم ان ده يحصل. فازاي نرجع سيناء للخلف 100,000 كيلو لورا؟ اصل سيناء بهذه الفعل ولو تلاحظي في الانتخابات، يعني بعد ما اقول لك على سيناء دي لو كانت متوتره كان هيحصل حاجه اسمها عدوى عدم الاستقرار في المحافظات. مش كده وبس، اللي احنا ما خدناش بالنا ليه تم مشاركه حلاب وشلاتين في الانتخابات لاول مره؟ لان كان ابتدت تظهر نزعات كده عدم الانفصال او ان احنا مش ودعوات البشير لا، ده دخول دايره حلاب وشلاتين في الانتخابات دي رساله بتبعث، دي تتعلق بالامن القومي المصري. رساله تبعث لبعض الدول المجاوره وداخليا مفيش. بالظبط. لا، ده احنا بالقانون ده احنا لينا 100 كيلو كمان جوه. بس هو يعني احنا الوضع بس محتفظين بيه لحد كده. هل من الممكن استخدام السودان، مش هقول البشير، استخدام السودان في هذه المعركه؟ طب ما هو السودان انفصلت فعلا. لا، استخدامها ضد مصر. لا، مش استخدام السودان وخلق معركة مصرية سودانية على حلايب وشلاتين. لا، مش هيوصل للدرجة دي. لا، بس هو هيستغل السودان في ايه؟ بيفتتها من خلال الصراعات المسلحة. عندنا يعني الصراع ما بين نفس بدايات ليبيا.
ما هو لو حضرتك تلاحظي السودان ده الطوق الجنوبي لمصر، ليبيا الغرب، عندنا الشرق، اسرائيل والانفاق. فاحنا محاطين. لازم يعمل لي عدم استقرار هنا وعدم استقرار هنا وعدم استقرار تحت. ليه؟ لان حاجه دي اسمها سياسه شد الاطراف، ان انا ارهق الدوله في الدفاع عن بقائها بالصد للهجمات دي او بالصد للعمليات دي، فبالتالي تنشغل عن النهوض الاقتصادي بالظبط، فتسقط الدوله. صحيح. نفس النظام عملوه في الصومال. ليه الصومال لحد دلوقتي ما استقرتش؟ لان عدم استقرار الصومال هو المبرر لوجود الاسطول الامريكي اللي بيتحكم. والصومال ما عندهاش اي مبرر اللي بيحصل فيها. مفيش، بس خالص. لا، المبرر موجود كدوليا. ليه؟ لان عدم الاستقرار ده بيخلي الولايات المتحده تحتفظ بالاسطول بتاعها. مبرر ليهم هم. انا بتكلم داخليا، تدور ما تلاقيش اي مبرر اللي هم بيعملوه ببعض. لا، التمويل في حاجه اسمها سياسات جنرات الحروب ما هو بتحصل. ده نفس اللي كان بيحصل عندنا في الصراع اللي بين الاخوان وغير الاخوان. بس هو هناك اكتر شويه واكثر عمقا، بمعنى الصومال والكونغو وسوريا، واكثر شراسه بيتم حاجه سياسات جنرات الحروب دي بتمول الطرفين. صحيح. بالسلاح وبالمال عشان الصراع يفضل يتأجج ويستمر. انفخ في النار طول الوقت. طب ليه الصومال؟ عشان وجود الاسطول الامريكي والقاعده الامريكيه اللي بيتحكم في مضيق باب المندب ومن ثم ممرات المائيه حول العالم. طب ليه الكونغو اكبر مورد للماس في العالم؟ طب مين بيتحكم في تجاره الماس؟ اليهود. فاليهود بيتحكم في تجاره الماس، يبيعوا والعائدات دي يبني بها مستوطنات. الكونغو اكبر دوله في العالم في انتاج الماس. واليورانيوم، اليورانيوم برضه موجود. ليه سوريا؟ زي ما قلنا ده مش بس ده. هل بيحسب على بوتين انه يحارب مع بشار الاسد في الوقت الحالي؟ لا، هو اصل هي مش يحارب، هو بيدافع عن مصالحه. خلينا من نظره استراتيجيه، هو راجل بيدافع عن مصالحه. ليه؟ لان وليس يحارب الارهاب. لا، هو طبعا هو بيحارب الارهاب بس من خلال الدفاع عن مصالحه. يعني هو بالاساس اللي تهمه مصالحه. لو مصالح روسيا في رحيل بشار الموضوع كان انتهى. ما كانش حد واقف. المصالح تتصالح. مش بس كده، اصل نظام بشار هو البوابه الوحيده لروسيا في الشرق الاوسط. لو البوابه دي اتقفلت خلاص هيجي نظام بعديه هيبقى عامل لي الولايات المتحده الامريكيه. هتقفل زي الدومنه زي ما احنا بالظبط. فهي دي لا، دي روسيا مستحيل هتتخلى عن بوابتها. بالرغم من كل اللي احنا قلناه ده وفنطنا وفندنا كل الحاصل في الشرق الاوسط، الى ان تحس ان مفيش حل، او تحس ان الحل في الصمود. بتكلم عن مصر، الحل الوحيد في الصمود حتى النهايه. انا بس عايز ااكد على نقطه، الصمود لازم الشعب يقف مع الرئيس، وعشان الشعب يقف مع الرئيس دور الحكومه كوسيط لازم يبقى اكثر فعاليه من كده. صحيح. مش هينفع ان نضيع مجهود الرئيس في حاجات يعني المواطن لازم يقف معاه. صحيح. دكتور رامي، بشكرك على وجودك معانا، شرفتنا واثرتنا بحواراتك. كان معانا دكتور رامي عاشور المتخصص في العلاقات الدوليه وقضايا الامن القومي. شكرا ليك يا فندم. شكرا يا فندم. بشكركم ايضا مشاهدينا، وليس بايدينا سوى ان نتابع مجريات الامور في الفترات القادمه، ولسه معانا فقرتنا الثالثه والاخيره مع الزميله الجميله أدا بعد الفاصل. خليكم معنا.